السلام عليكم حبايبي، وياكم الأستاذ عصام السوداني مدرس مادة الرياضيات. اليوم حعلمكم مشتقات الدوال المثلثية بأبسط طريقة، منظومة فهم ومنظومة دغخ. لاحظ قسمتهن 3 بيوت. أول بيت بيت المعكوس، ذولا منفصلين عن البيتين البقية، ذولا سوا ونفس اللون، علاقتهم قوية، ناس تجي على ناس تزور ناس، ذولا علاقتهم قوية، هذولا منفصلين. فبيت المعكوس بيت التربيع وبيت كل شي وكلاشي. بيت المعكوس عندهم ولد اسمه ساين وبنية اسمها كوساين. اشتقاقهم ناس عكس ناس. شلون استاذ؟ لأنه الساين مقابل، خصم مقابلك، والكوساين مجاور صديقك، فمعكوس مقابل بمجاور. فالساين مشتقته كوساين، والكوساين بنية تبدي بسي اعطيها سالب، ومشتقتها العكس ساين. في مشتقة الزاوية نفس الشيء. استاذ هسه التان انت سميته بيت التربيع. التان ولد منو يشبه بالبيت الصديقة؟ صديقة سيكن، فالتان هو اشتقاق سيكن، وبيت التربيع أعطي تربيع سيكن تربيع الإكس في مشتقة الزاوية. بعد الكوتان بنية تبدي بسي سالب. استاذ الكوتان البنية منو صديقتها بالبيت اللي علاقتهم قوية؟ كوسيكن، فكوسيكن وبيت التربيع كوسيكن تربيع الإكس في مشتقة الزاوية. بعد استاذ البيت الأخير سيكن، بيت كل شي وكلاشي. ليش سميته بيت كل شي وكلاشي؟ لأنه السيكن باللغة العربية قاطع، فيقطع كل الزاوية، ياخذ كل شي وكلاشي بالزاوية. فالسيكن حياخذ سيكن نفسه، والولد اللي يشبهه بالبيت الثاني من هو؟ تان، حياخذ تان. وبعد استاذ ومشتقة الزاوية. هسه سؤال استاذ، ليش ما اخذ اللي يشبه ناسان؟ دول منفصلين فما يقدر يمشي وياهم، لكن ظهر بطن التان هو موجود الساين. بعد استاذ الكوسيكن بنية تبدي بسي سالب. كوسيكن نفسها صديقتها منو هنا؟ كوتان بنية تشبهها في مشتقة الزاوية. استاذ ليش ما ظهرت الكوساين؟ اهلها ما يخلوها، فموجودة ببطن الكوتان، فهذا بيت كل شيء وكلاشي. لاحظ منظومة فهم، ما اريد منظومة دغخ. وان شاء الله كلكم في طريق المية، وتحياتي.